تعالي بينا النهاردة كده هعمل معاكي عجينة تنفع لمعظم أنواع المخبوزات. حوالي 90% من المخبوزات هتعمليها بيها وهتطلع معاكي ناجحة بالشكل ده. شوفي كل الصور ديت أنا عاملاها من العجينة ديت، كل المخبوزات اللي انت شايفاها في الصورة قدامك ديت بالحلاوة والجمال ديت العجينة دي بتنفع فيها. هتيجي كده في بولة هتنزلي بكوباية من الحليب، سواء الحليب الرايب أو الحليب العادي، ولو حليب رايب يكون أحسن. هتنزلي عليها بقى باكت من الخميرة وكوباية إلا ربع من السكر، وهتدي كل ده تقليبة كده، وعليهم معلقتين حلوين كده من الدقيق. هتسيبي كل الخليط ده حوالي كده ربع ساعة لما لحد ما تتأكدي إن الخميرة شغالة معاكي ومتفاعلة. تمام كده هناخدها على جنب ونسيبها. تعالي كده هي بينا هنا بعد ما اتفاعلت مع بعضها وتأكدنا إن الخميرة عملت فقاقيع كده، فمتأكدين إن هي ناجحة. هننزل عليها بقى معلقة كبيرة من الخل، وده يعتبر محسن طبيعي جدا للخبز. ضيفيها كده وانت متأكدة ان الخبز هيطلع معاكي هش وطري. هننزل بكوباية الا ربع من الزيت على السمنة، او سمنة بس او زيت بس، اللي يريحك يعني، بس الافضل تضيفي الاتنين مع بعض. هنديها تقليبة كويسة كده، وهنيجي بقى بالمواد الجافة عندنا ده حوالي كيلو من هنضيف الاول كده حوالي بيضتين او بيضة اللي عندك يعني. وعلى فكرة ممكن تستغني عنها وتضيفي معلقة من كيك شيف هتديكي نفس النتيجة. خلاص كده هنيجي من واد الجافة ده عندنا حوالي كيلو من الدقيق، لو بتعايري بالكوباية يبقى حوالي 6 كوبايات، يعني أقصى حاجة يكونوا معاكي 7 كوبايات، ما يزيدوش عن كده. هنضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح. هنيجي بقى في النص كده ونضيف المواد السايلة ديت على مرحلتين. هنضيف شوية الأول كده ونقلب، وبعدين بعد ما نقلبه كويس بالطريقة ديت هنضيف باقي السوائل. كمية الحليب اللي بياخدها الدقيق أو أي نوع دقيق ما أقدرش أقولك تحطي قد إيه بالظبط. يعني انت بتعجني بايدك كده، ممكن هنحدد لبعض كوبايتين كده، يزيدوا نص كوبايه كمان او يقلوا. يعني انت بتشوفي بايدك كده وانت بتعجني هيحتاج معاكي قد ايه، لان كل نوع دقيق بيختلف في كميه الميه اللي بياخدها. بس انا هقولك دلوقتي ازاي تعرفي ملمس العجينه يكون معاكي مظبوط. هنلمها كلها على بعضها كده بالمواد السائله ونعجن فيها. اعجني فيها بقى كده، واعجني فيها لحد ما يبقى لها صاحب يعني. كل ما تعجني في العجينة أكتر كل ما تطلع معاكي هشة وطرية من الفرن وحلوة جدا. هنفضل نعجن فيها بقى لحد ما نوصل للقوام الملمس الناعم اللي انت شايفاه ده. احنا عايزينها عجينة طرية، يعني مش قاسية كده ولا حاجة، لا تكون يعني تعرفي تلمي ايدك منها، بتلزق في ايدك بس مش شبطة في ايدك كتير ولا حاجة. تمام كده هي خلصت معانا من العجن اهي. هناخدها بقى نحطها في البولة ونسيبها لحد نغطي عليها كده ونسيبها في مكان دافي لحد ما تختمر. مش هنسيبها لما تختمر اختمار كامل، يعني لحد ما تختمر وترتفع معاكي كده. وكده هي بقت تمام كده. هنخرجها، شوفي العجينة بتنزل من البول عاملة ازاي، والله العظيم ملبن تتاكل طرية كده. هاخدها بقى ابدا هقطعها كده على حتتين، هعين بقى الجزء منها كده على لما اخلص عشان وشه ما ينشفش. على ما نعمل الجزء الاولاني هنكورها كور صغيره كده على حسب ما انت حابه، بس حاولي الكوره ما تكونش كبيره قوي عشان يطلع شكلها متماسك كده في الصاج معاكي، وتلاقي الحجم كويس معاكي كده. هنعمل منها شكلين. انا قلت لك ان العجينه دي تقدري تعملي منها اشكال رهيبه، وكلها بتطلع ناجحه وكلها مجربه، بس عشان طول الفيديو هعمل معاكم الشكلين دول. هنجيب كده بقى عندنا هنعمل الشكل ده. هجيب بقى هنا كده كوباية من ده معلقتين كده من العسل، عليهم شوية من الحليب، ودول معلقتين كبار حلوين كده من السمسم. انا مش هحشي العجينة دي طبعا، انت تنفعي تحطي فيها اي حشوة، تحشيها جبن، تحشيها لو عندك عجوة هتحشيها، بس انا اولادي عندهم حساسية من الجبن، وانا عملتها قبل كده بالجبن، فاعملها المرة دي معاكم سادة وهتشوفوا هتطلع ازاي هشة وجميلة. هناخدها بقى كده نمسك العجينة نحطها في العسل كده وشها في العسل، وبعدين نحطها في السمسم بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هنخلص الكمية كلها بالطريقة ده. وده عندنا الصاج الأول اهو زي ما انتي شايفة كده. هعمل معاكم بقى شكل تاني. هنجيب كده العجينة ونفردها بالشكل ده مستطيل كده، يعني مش مربعة قوي ولا مستطيل قوي، ونفردها بالشكل ده. هنيجي بقى المفروض ان انت تكوني حاطه فيها جبن، لما تحطي فيها جبن وتحشيها بتطلع معاكي جميله قوي. انا هفردها كده بس مش هحشيها، وهشوف هتطلع ازاي جميل. هي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هجيب مقص بقى، الاول هلفها رول كده. الرول الاولاني حاولي تخليه لافف على بعضه قوي بحيث ان هو يتفكش منك. هجيب بقى مقص واشيل الزوادي اللي هنا واللي هنا، وهقطعها على شكل باتيك كده، ميني باتيك كده. شوفي كده
كلها بالكمية دي هتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده في الصاج. هنسيبها بقى تختمر، وديت مش هنحطها في العسل دلوقتي، لا هنيجي على وشها في الاخر كده وهندهنها وبعدين نحط عليها سمسم وندخلها الفرن. خلاص هما كده بقى اختمروا عندنا. وشوفي هندخلها بقى ايه الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. هتاخد معاكي حوالي ربع ساعة علشان تكون استوت من جوه كويس قوي. تولي عليها الشواية هتخرج بالحلاوة والجمال اللي انت شايفاه ده. شوفي الجمال. على ما هي بقى هنيجي بقى للصاج التاني كده وهنبدأ ايه هندهنه كده من وشه ومن فوق كده بالعسل برضو واللبن. وهنيجي كده بحبة البركة وهن ايه نحط على وش. طبعا كنت تحطي سمسم بس انا قلت اغير يعني يبقى واحد كده واحد ايه كده. شوفي الجمال. خرجت عندنا من شوفي العجينة ازاي هشة وطرية. والله تحفة. والله الطعم ولا ريحة المخبوزات في البيت، خصوصا بقى الشتا داخل. المخبوزات دي بتدفي البيت كده وتديكي ايه احساس بالدفى كده وسط اولادك. حاجة جميلة قوي. ممكن تعملي بالعجينة دي مشروع هايل يكون فتحة خير عليكي. لو عجبك الفيديو او وصلتي معايا لهذا الحد صلي على النبي في الكومنتات واعملي لايك وشير عشان الكل يستفيد. وبس كده سهلة. بحبكم في الله.